ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل مع بعض طريقة سهلة وجميلة أوي. هنعمل طريقة البسبوسة ان شاء الله يا رب تعجبكم. هنعملها بقى بطريقة المحلات وأحسن كمان. شفتوا كانت طرية أوي ومرملة وجميلة. بصوا، جميلة جميلة جدا جدا، تحفة. هنعمل بقى أول حاجة الشربات بتاعها. الشربات كوباية ونص سكر، كوباية ونص مية، عصرة ليمونة، معلقة عسل جلوكوز. والعسل الجلوكوز ده اختياري، حابة تحطيه حطيه، مش حابة براحتك. بس هننزلهم عليه مع البوتاجاز، يعني حوالي 7 دقايق أو 8 دقايق كتير أوي. ده نص دقيق سميد، كوباية إلا ربع لبن، كوباية إلا ربع سمنة، كوباية إلا ربع سكر، أو لحد الإيد بتاعة المج كده بالظبط. هننزل في السكر، هنكرمله على البوتاجاز. لازم السكر يتكرمل ياخد اللون الذهبي كده. وبعد كده بقى هقول لكم نحط عليه إيه تاني، خطوة خطوة كده مع بعض. ده السكر نزلنا عليه على البوتاجاز اهوت، هياخد اللون الذهبي كده كرملي كده زي ما انتوا شايفين كده اللون ده. بعد كده بقى هنزل عليه بالسمنة. سمنة، ممكن سمنة على زبدة أو ممكن سمنة، بس أنا حطيت سمنة بس. هتنزلي بقى بالكوباية إلا ربع أو لحد الإيد بتاعتها كده. المج اللي هو المج العادي، المج المعروف العادي ده، هو ده اللي أنا استخدمته، المج ده. نزلت بالسمنة على الكراميل، وبعد كده نزلت باللبن. أول ما تنزلي عليها بتتكتل كلها في بعضها كده. ما تقلقيش خالص وما تخافيش أبدا من الخطوة دي. سيبيها زي ما هي كده وقلبي تاني. قلبي بقى لحد ما تفك معاك كلها وهيبقى مادة سايلة كلها. هتبدأي بقى تنزلي عليها على السميد. اقول لكم دلوقتي بقى هنعملها تاني ازاي. لسه دلوقتي على البوتاجاز بتفك اهيت. تقلبي بقى فيها كده هتلاقيها ثابت معاكي خالص وفكت بقى، تبقى بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. هعمل ايه بقى بعد كده؟ السميد بقى هحط عليه معلقة صغيرة بيكنج باودر ومعلقة صغيرة فانيليا. والفانيليا دي برضو اختياري، حابة تحطيها حطيها، مش حابة براحتك. بس البيكنج باودر لازم لازم احط معلقة البيكنج باودر، معلقة صغيرة. السميد نص كيلو سميد بالظبط، نص كيلو، ولا بنزود عليه حاجة ولا بننقص حاجة، على نفس المكونات دي. هنا بقى كان خلاص كنت خلصتها. نزلت بقى على السميد بمعلقة صغيرة بيكنج باودر ومعلقة فانيليا، وحطيتهم بقى في بولة كبيرة عشان اعرف اقلبهم كويس. هنا بقى نحطهم في بولة كبيرة كده عشان نعرف نقلبهم كويس. هننزل بقى بالمكونات اللي احنا عملناها كلها، اللي هو الكراميل اللي حطيت عليه السمنة وحط عليه اللبن. هنزل بقى واقلب، بس طبعا ما اقلبش كتير، دي من خطوات البسبوسة وتكات البسبوسة ان احنا ما نقلبش فيها كتير. يعني هي دلوقتي مش محتاجة بقى أي طعم معاها تاني، ولا جوز هند ولا أي حاجة، كفاية طعم الكراميل بس فيها، ده كفاية لوحده فيها. يعني بقولك ممكن تستغني كمان عن الفانيليا، طعم الكراميل اللي فيها تحفة. هنقلب بقى كده كويس. والسمنة طبعا يفضل إن هي تكون سمنة بقى، طعمها بيفرق جدا فيها. هنقلبها كويس، بس تقليبها كده يدوب بس نخليها تتجانس كلها مع بعضها وخلاص. هنا بقى هجيب صينية هدهنها سمنة وهنزل بقى بكل المكونات زي ما انت شايفة كده. كل اللي الخليط يعني اللي انا خلطته نزلت بيه كده. هبدأ بقى اسويها في الصينية كويس قوي. بس هتحطي بقى مكسرات اللي انت عايزاها، اللي انت حابة تحطيه حطيه. مش عايزة تسيبيها سادة وبعد كده تقدميها بالقشطة او بالكريم شانتيه، برضو ده اختياري بتاعك، انت حابة تعمليه اعمليه براحتك، دي حاجة بتاعتك انت. هنا بقى تحطي اي حاجة انت حابة تحطيها بقى على الوش كده، اي نوع مكسرات انت عايزة تحطيه. بس طبعا بقى هنكون مسخنين الفرن جنبنا كده واحنا بنعملها. درجة حرارة الفرن طبعا لازم تكون عالية، ده من نجاح البيتزا برضه ان الفرن لازم يكون سخن كويس قوي. بس كده بقى خلاص خلصتها، هدخلها بقى الفرن. طبعا لازم البسبوسة واحنا بنشربها الشربات سخن والبسبوسة سخنة لازم. ده بقى كان شكلها. بس ما تنسوش بقى تعملوا لايك وتشتركوا في القناة لو البسبوسة ان شاء الله عجبتكم، عشان يوصلكوا كل جديد بإذن الله. انا بقى غطيتها 3 دقايق بس.
تشيلي بقى على طول تلاقيها بالمنظر اللي انت شايفاه ده، اتشربت كلها وبقت بالمنظر ده. تحفة تحفة والله العظيم، احسن من بسبوسة المحلات كمان، مش شبهها، احسن. بس ده كان شكلها النهائي، يا رب بقى يعجبكم. بس انا بقى كنت بقطعها وهي سخنة عادي، انت ممكن تصبري عليها شوية، بس انا قطعتها بقى عشان اوريها لكم، واوريكم هي قد ايه كانت مرملة وناعمة وتحفة.